وأحسنت. هو فيه نوع من التقارب، وفيه نوع من الأخبار. وأنا بالمناسبة بسؤالك هذا تذكرت شيئا قرأته قبل أيام قليلة، وربما قبل يومين، لشخص يقول: من أراد السيرة النبوية من جميع جوانبها، يقول، فعليه بكتب الحديث النبوي. كتب السيرة ليست مستكملة لجميع جوانب الحديث النبوي. هكذا قرأت لبعض الناس يقول، لكن الحقيقة أن الأمر بالعكس. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعرف من كتب السيرة، لا تعرف من كتب الحديث. وكتب الحديث، نعم، كتب الحديث رافد من أهم روافد السيرة، مصدر من أعظم مصادرها. لكن السيرة النبوية إذا أردنا أن نعرفها لابد من دراستها من كتب السيرة نفسها. وهذا ربما يحتاج إلى معنى، إلى شرح معنى في شيء من التفصيل. وذلك أن الناس اللي تكلموا في التاريخ، السيرة هي جزء من التاريخ، وهي المنبع الذي منه نشأ تاريخ الإسلام. يعني أول ما بدأ تاريخ الإسلام بدأ بتدوين السيرة، وعلماء المسلمين الذين دونوا السيرة أول ما دونوها هم المحدثون، علماء الحديث في المدينة. فالسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي نشأ من الحديث النبوي، من رحم الحديث النبوي. نعم. وإمام السيرة النبوية وإمام المغازي هو الزهري، نعم، محمد بن شهاب رحمه الله، هو أحد أئمة الحديث الكبار. فهو وتلاميذه، وقبلهم أيضا عروة بن الزبير، نشأ علم السيرة النبوية. لكن الزهري ومن معه من الأئمة الذين أصلوا لهذا العلم كانوا يعرفون الفرق بين الحديث وبين السيرة. ولهذا سنجد في أخبار الزهري المتعلقة بالسيرة النبوية شيئا أو ظاهرة كان بعض علماء الحديث انتقدها، وهذه سأبني عليها هذا الجواب سؤالك. وهي أن الزهري كان يجمع بين الأخبار، يجمع بين الأحاديث. المحدثون عادة لا يقبلون ولا يحبون ولا يستحسنون الجمع بين الأسانيد. أنت سمعت هذا الحديث من فلان، قل حدثني فلان واذكر حديثه على وجهه. الجمع بينهما يقع في أنك قد لا تنقل لفظ أحدهما كما ينبغي، أو ربما يكون واحد ضعيف والآخر ثقة، يدخل حديث الضعيف في الثقة. لكن لما تفصل الروايات نعرف لفظ كل واحد، ونعرف هذا اللفظ جاء به فلان وهذه الكلمة أتى بها فلان، ونحكم على كل لفظ بحسب الإسناد الذي جاء به. لكن الزهري مثلا لما روى حديث الإفك وحديث أخر طوال، كان يقول حدثني فلان وفلان. حديث الإفك قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهؤلاء من أكابر شيوخه اللي حمل عنهم السيرة النبوية. قال وكان بعضهم أوعى لحديثها من بعض، وأنا وعيت حديث كل واحد منهم. وقال وساق الحديث، دخل حديث بعضهم في بعض، وساق الحديث مساقا واحدا. فبعض العلماء كان ينتقد ذلك، ونقل عن أحمد وغيره أنه لم يرضى ذلك. لكن الزهري لماذا فعل هذا؟ لأن هذا خبر متعلق بواقعة، قصة، ليس خبرا كلاما نبويا، ليس ألفاظ محمد صلى الله عليه وسلم اللي تكون عادة حديث قصيرة وألفاظ مختصرة، لكن هذا خبر وقصة. تخيل لو أن الزهري ذكر لنا هذا الحديث فاستقصى الحديث كما حدثه به علقمة بن وقاص، ثم استقصاه كما حدث به عبيد الله بن عبد الله، ثم استقصاه كما حدثه به ابن المسيب. يطول جدا والسامع يمل ولا تحصل الفائدة. الزهري إمام خبير، وكان يعرف ما يقتضيه التاريخ، كان يعرف متطلبات التاريخ، أنه خبر عنده السياق وعنده بدء وعنده خاتمة ومتسلسل تسلسلا زمنيا سببيا. فهذا الذي فعله الزهري، وهو الذي فعله بعده ابن إسحاق، وهو الذي فعله بعده الواقدي. وقد حصل أن الواقدي لما كان يفعل هذه الطريقة كان يجمع لأخباره لمن يسمع منه هذا، طلب منه أن يفصل لهم الأسانيد. قالوا له لماذا تجمع؟ لو تحدثنا كل حديث مفردا. قال إن ذلك يطول. قالوا لا بأس. فغاب عنهم فترة، وهذه يذكرها المسيب وغيره هو من الرواة عنه. غاب عنهم فترة ثم جاءهم بأخبار غزوة أحد. قالوا جاءنا بها في 20 جلدا، يعني 20 جزء، 20 جلد، 20 جزءا مجلدا في أخبار أحد فقط.
فقالوا له لا، قالوا له ردنا إلى الأمر الأول. فمعنى ذلك أن التاريخ له أسلوب خاص في سرده. ولذلك لما كان العلماء الأوائل الذين أسسوا للسيرة النبوية كانوا على معرفة بهذا، فصلوا في الرواية بين علم التاريخ، بين السيرة النبوية اللي هي أس التاريخ، وبين الأحاديث النبوية، وكانوا يعرفون ما يقتضيه هذا وما يقتضيه هذا، ويعاملون كل نوع من الأخبار بما يليق به. ومن هنا تجد أنهم في الإسناد لما كان في السيرة وفي التاريخ الإسناد ليس له هذيك الأهمية الكبيرة كما له في الحديث النبوي، تخفف العلماء من الأسانيد في التاريخ بالقدر الذي يحصل به المقصود، ولم يركزوا عليه هذا التركيز كما نجده في الأحاديث النبوية.